شي في متجر ايكيا اني عاملين لك الديزاينات يعني مفروشه وجاهزه. يسعد اوقاتكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم. اليوم جولتنا هي باكبر مجمعات تسوق موجوده في مدينه هلسنبوري، وهلا اول مجمع هو ايكيا. هلا بدنا نفوت عليه نجيكم الاشياء الموجوده فيه. هذا هو، خلينا نفوت يلا. مجمع ايكيا هو موجود بالسويد، هو من اهم المتاجر اللي موجوده بالسويد. اكبر مجمع ايكيا موجود هو في مدينه المهوت، وهلا نحن موجودين في مدينه هلسنبورغ. هذا القسم الموجود فيه انا هو للمفروشات، من الصوفة للتخت لكل شيء قصص موجودة. هي مفروشات موجود بهذا القسم. وفي أقسام ثانية هي للمطبخ، هي للحمامات، في أقسام عديدة. مثل ما انكم شايفين هون، مثل هي غرفة قعدة، صالون. مكتب هون، هون مطبخ. هذا مكتب، هذا كمان صالة، هون صالة قعدة. اهم شيء في متجر ايكيا اني عاملين لك الديزاينات يعني مفروشه وجاهزه، انت بتشوفها شلون هي مركبه، وبتقعد عليها، التخوت بتتسطح عليه، بتشوف كيف التخت، المطابخ شلون مركبه. كل شيء موجود هون، حيط لك يا مثل اذا موجود على الحقيقه بالبيت. واسعارهم كتير حلوه ومناسبه مقارنه بالمتاجر الثانيه للمفروشات ولا للمطابخ ولا لهيك قصص. والناس اللي عندهم بيوت جديدة ولا بدهم يفرشوا جديد بيجوا لهم معنا التصاميم اللي بدهم إياها، بيفرجوهم للمسؤولين هون في مجمع إيكيا، وهن بيلاقوا لهم التصميم الصح والطريقة الحلوة، وشو اللي بيلبق للبيت وشو الألوان المطلوبة. وهون كمان الزبون بيختار الألوان، إذا ما هي موجودة بيطلبوها وبيستنوا فترة لحتى تجي.
يعني كل شي بدكن اياه متوفر في مجمع ايكيا. طبعا وبكل مكان موجود موظفين عشان تسألوهم إذا لازمكن شيء أو عندكم استفسار لشيء. بكل مكان موجود موظف قاعد على طاولة عم يستنى مشان يخدمكن. هذا القسم الموجود فيه هلأ هو قسم المكاتب، فيه الطاولات تبع المكاتب والكراسي. خليني فرجيكم إياهن. شايفين في عدة من الطاولات والمكاتب المختلفة، كيف الديزاينات الموجودة، وفي الهاي كواليتي طبعا موجودة عندهم حسب انت واللي بدك اياه. يعني ايكيا هون بتوفر للاشخاص العاديين والاشخاص اللي بدهم شيء توب. طبعا السويديين كل شخص سويدي بده يفرش بيته او عنده شيء بده يعمله بيجي على ايكيا، بفضل ايكيا. ليش؟ ان ايكيا هي بتحكي عنهم. يعني خلينا نقول ايكيا هي اللي بتشرح كيف الديزاين السويدي وكيف بيعيشوا السويديين او كيف طريقة عيشهم للسويديين. الايكيا هي اكزاكت 100% مثل ما العادات والتقاليد السويدية. يعني طريقة الفرش، الدخول، الديزاين، كلهم السويديين هيك نظامهم على نظام الايكيا. لهيك في عدد كتير كبير من السويديين بيشتروا بضاعتهم من الايكيا وبيفرشوا بيوتهم من الايكيا. الناس بتيجي بتعمل مثلي بالضبط، بتتسطح على التخت، بتشوف، بتاخذ لها قيلولة خفيفة. إذا عجبها التخت بجوز تشتريه، إذا ما عجبها بتمشي. وكل شي بضاعة مفروشة هون هي للتجريب بس.
يعني ما بيبيعوها ابدا، ان الناس تستخدمها، يعني بتقعد عليها بتسطح وبيتوسخ وما بيبيعوها. هدول البضاعة الموجودة اللي عم نشوفها هلا هي بضاعة بس مشان نقدر نشوفها، ما للبيع ابدا. على بدك تشتري شيء بتاخذ من المخزن. هلا بدنا نروح على المخزن كمان وفرجيكم شلون كلهم موجودين بكراتين ومسكرة. وخلينا ناخذ قيلولة بسيطة هون. الموظفين هون بيقعدوا على الكمبيوترات، بيجي لعندهم زبون بيشرح لهم على الشيء اللي بده اياه، والمقاسات الغرفة مثلا ولا البيت، بيطالع لك البيت كيف تصميمه وكيف القطعة اللي بدك تشتريها رح تجي بالبيت. يعني بيساعدوا الزباين كثير. وقلت لكم كل طابق وكل مكان في موظف واقف على كمبيوتره وعم بيستنى زباين عشان اذا بدهم مساعدة بأي شيء. هلا نحن هون نازلين لتحت على القسم اللي تحت. هو يمكن عد للمطبخ. مثل ما قلت لكم هذا هو القسم هو اللي بخص المطابخ، كل شيء مستلزمات للمطابخ موجودة بهذا القسم. رح فرجيكم لمحة عنه شو موجودة فيه. وأسعار كتير حلوة، الأسعار هون كتير مناسبة بمقارنة بالمحلات الثانية. يعني اللي أنا عم بتذكر الأشياء اللي بعرفها مقارنة بمحلات معروفة سويدية أو محلات عربية، ومقارنة بالإيكيا أسعار كتير مختلفة. هلا هذا هو المستودعات. نحن هلا فايتين على المستودعات. هذا هو المستودعات، اي شيء بدك اياه من هون بتجي على الرقم الموجود هون بتاخذه القطعة. شايفين مستودعات كبيرة كتير، وكل قسم مخصص لشيء. انت لما تشتري شيء بيعطوك الرقم، بيعطوك الرقم
للبضاعة اللي اشتريتوها انتو او المنتج اللي بدكم اياه، وبتجوا على المستودع لهون بتاخذوه على الرقم الموجود هون. في ارقام لكل منتج بدكم اياه بتاخذوه، والكاشير موجود جنبكم. حاطين المستودع عند الكاشيرات دغري مشان ما تشيلوا وتتعذبوا هيك. مثل ما كانوا شايفين هذا هو اللي قدامنا الكاشير. هون الناس بتجي بتحاسب وبتاخذ بضاعتها وبتطلع.